السلام عليكم الساعة أخباركم شيء؟ لو كان نتعرفوا عليكم الساعة. اثنين جينا من صفاقس، حبينا ننضموا للاعتصام هذا ونعبروا بالانضمام تاعنا على نفس الآراء والمطالب اللي نطالبوا بها من ناحية الإعلام، اللي نطالبوا إن شاء الله باش يتحرر وباش يكون إعلام نزيه، إعلام يعطينا الصحيح ويزينا من غلطوني. هل ترى تحسوا انه اساء للشعب التونسي الاعلام هذا؟ بيان سور اساء للشعب التونسي الكل، وظهر لي اكبر دليل نتاع الاساءه انه مثلا سفير المانيا قال اللي الاعلام هذا قاعد يهرب في اللي توريست. هذا اساءه ديجا السيكتور مهم في تونس اللي هو التوريست، وجات من شهاده سفير نتاع المانيا في تونس. وحبيت نقول لك حاجه، اذا كان معناتها الاعلام هذا يقعد، الثوره عندي انا تسمى ما كملتش في تونس. معناها توا ولات من الاولويات، معناها امامنا هو تطهير اكيد. احنا يظل عملنا الصعيب معناتها وصلنا لمرحله الحريه، لازمنا تو نطبقوها الحريه بالحق ويكون ثم مسؤوليه في الحريه هذه. معناها هاو ثم ناس تقول انه ثم اطراف هي اللي وراء الاعتصام هذا، ترى صحيح ولا؟ والله انت شخصيا شنو اللي جابك لهنا؟ انا كي سمعت بالاعتصام ما يهمنيش ثم اطراف ما ثماش اطراف، المهم الموضوع اللي على الخاطر صار الاعتصام. انا مش كان انا معناتها، والناس الكل فاهم اللي بالحق معناتها يلزمنا نقفوا الوقفه هذه، وباش ان شاء الله اللي هما عندهم المسؤوليه يتحركوا زاده ويدعموا الاعتصام ومطالب الاعتصام. رسالتك انت للشعب التونسي؟ والله رسالتي للشعب يلزم يفيقوا للاعلام هذايا، معناتها ماهوش قاعد يوصل في الحقيقه، ماهوش قاعد يوصل في اللي قاعده تعمل فيه الحكومه وكل شيء، بالعكس معناتها قاعد يخدم ضد الحكومه. الاعلام نتاعنا هذا من قبل كان اعلام معناتها موجه بطريقه يبندر للديكتاتوريه وكل شيء، توا ولا العكس، معناتها لوبوزيسيون هي اللي تعمل فيه باش ياثر على الشعب، باش يظهر له للحكومه ماهيش قاعده تخدم وكل شيء. مش طالبين منه باش يكون لا هكا لا هكا، لازم يكون اعلام نزيه يعطي المعلومه الصحيحه، ما غير ما يعطي رايه مع هذا ولا مع هذا، ما غير بنديري يوصل للشعب، والشعب مثقف ويعرف شكون ايش يعمل. هل ترى تتصور ينجح الاعتصام؟ ان شاء الله يلزم ينجح، خاطر الثوره ما تكمل كان ما الاعلام هذايا معناتها نتاع قبل نتاع نوفمبري كما يسميوها يلزموا يتنحى. نشكرك.